أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة، وابدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنة. وإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تواه قوة. وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتى فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر ليلة القدرية، وثم أقوال الإصحاب من أول 24 من أول 8 من شهر مولده الذي بدأ فيه بدر محياه. فقال لا اقرأ فأبى فقد غدة قوية، ثم قال لا اقرأ فأبى فقد ثانية حتى بلغ منه الجود وقضاه، ثم قال لا اقرأ فأبى فقد ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى. ثم فتر 3 سنين أو 30 شهرا ليشتغل انتشاقياته كالنفحات الشذية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه. فكان للنبوة في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعا. قدر الله. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف ومجد وزد وبارك عليه.